أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح أعلمكم طريقة تنظيف الميكروويف بطريقة مبسطة بمواد موجودة بكل بيت. تابعوا معي وخليكم معي حتى تستفادوا. مثل ما انكم شايفين حطيت ليمونة وحطيت مي وحطيتها بالميكروويف، وشوفوا الميكروويف شلون شكله. هلا بعد شوي بأرجيكم شلون بصير. هيك رح أشغله 4 دقايق حتى يتعقم. خليكم معي بعد 4 دقايق نشوف شو بده يصير بالميكروويف. هيك مثل ما انتم شايفين الليمون والمي غرق الميكروويف، وهلا بدي امسحه كله. هيك مثل ما انتم شايفين رجع كمان الميكروويف معقم وكله كأنه جديد. وهلا كمان عم سخن مي، رح اسخن مي. هلا مثل ما انكم شايفين بعد ما غليت المي رح احطها في الصابونة، صابونة الجلاد بتكون عم تغلي. شو بدي ساوي حسبكن يا حلوين؟ بدي احركهم، اهم شي ما تدق ايدكم. بالمواد صابونة الجلي اكيد بتضر الايدين، خليها تدوب. هلا بتدوب رح اجيكم شو بدنا نساوي. هلا بعد ما غليت المي مثل ما انتم شايفين وضابت الصابونة، صابونة الجلي الجلاد طبعا، هيك بدكم ترشوها هيك حتى تتعقم كلها الطبقة الكلسية. هيك ترشوا كلها، تتركوها منقوعة شو 10 دقايق. وهي كمان بحط فيها اللودالين كل شي مشان تروح الطبقة الكلسية. خليها منقوعة منيح مدة 10 دقايق وبرجيكم النتيجة بعد شوي. هلا بدنا نفركه. نفرك الوقشة كلها صارت. هلا بدي اسويها بقى. شوفوا لي شلون صارت عم تلمع كأنه سليتها جديد. ولا في داعي تتعذبوا تحطوا كلور وهيك، هي اسهل طريقة. شوفوا لي على هالنظافة رجعت كأنه وكالة. شوفوا شلون صارت عم تضوي ضوي. غسلتها ونظفتها. هلا رح احطها هون ساويهم حتى يضلوا نضاف ومتعقمين. طبعا مهم انه نعقم هيك اشياء، بنحط الصحون، بنحط الجلي، بنحط كل شي، لازم على طول يضلوا متعقمين. انا عم ساوي هذا الفيديو لستات البيوت الجديدة يلي طلبت مني روتين يومي مشان تتعلم. احبائي بعرف انا كلياتنا خير وبركة، وكلياتنا بنعرف النظافة كلياتنا، بس الستات الصغيرة الحلوين الامامير طلبوا مني هيك فيديو روتين يومي لحياتي اليومية. حبيت ساوي طريقة مبسطة
لانه احيانا يعني كل من منا بيكون ما عنده وقت يطلع على السوق، بيكون ما عنده وقت يروح يجيب اغراض، بيكون عنده مواد بالبيت في ينظف فيه كل شيء. هلا مثل ما انكم شايفين حطيت ليمونة كبيرة وضفت عليها شوية ملح، وهلا راح احطه خلي المي تغلي لحتى انظف الابريق كتير تروح الطبقة الكلسية. هي ما في عندي الحمد لله انا طبقة الا شي بسيط، بس لحتى تتعلموا الطريقة انه بمواد موجودة عندكم بكل بيت. هلا حطيت المي وراح اشغل تحته. هلا شغلت تحت الابريق حتى يغسل الابريق وخليه هيك يرق شوي حتى يروح شي تسربات فيه. شوفوا لي الابريق شلون صار. هلا بدي اعبيه مي اغليه غلوه وركب ميته، ومثل ما انكم شايفين كانه رجع وكاله جديد. هاي الطريقه كتير سهله. وهيك حطيت الليمون مثل ما انكم شايفين. هلا راح احقم الابريق شوفوا شلون كله حل. هلا كمان نفس الشي تتعقم المجلة. هلا راح ارجيكم شلون راح افركها حتى تنضف من قلبها كلها. شوفوا هالطبقة. هلا بعد شوي راح ارجيكم شلون راح تصير. بهالوقت كمان خاصة الجلاي حاطة دروج البراد كله حطيتهم كمان. عم نظف البراد اليوم عطلت، بس الحمد لله عم ساوي روتين تنظيف للبيت كله بالمطبخ. وهيك مثل ما انكم شايفين عقمته كله بمية الليمون طبعا جديدة غير هديك مية الليمون، وصار كله عم يلمع ونضيف. كمان مسحت البراد الثاني مثل ما انكم شايفين مية الليمون وعقمته. خلصت جولتي لهذا اليوم بعد عناء طويل الحمد لله رب العالمين. بتمنى منكم إذا عجبتكم هيك الأفكار للصبايا الحلوين على طول دعمي واللايك والشير. مع السلامة.